السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل. بعد جمعة ساخنة شهدت مناوشات وإنقاذ نقطتين للنادي الإفريقي من لجنة الاستئناف دون تطبيق القانون. وكما شفنا برشا فساد صار في الرابطة وبين الاستئناف، وسخنت ودخلت بعضها البلاد على حاجات ما تستاهلش. وكبرنا حاجات ما لازمش تكبر. كل واحد ياخذ حقه وبالقانون، وهذيك هي كورتنا، وكل واحد ينحي ثوب النادي اللي ينتمي إليها. ننتقل للموضوع اليوم. بتاريخ 12 أبريل لعبت الجولة 26، حيث لعبت القمة بين النادي الإفريقي والنجم المثلوي الذي لا ينهزم في ميدانها، حيث انتصر النادي الإفريقي وأكسر سلسلة لا هزيمة لنجم المثلوي في ميدانها. وكذلك في ملعب بنغردين انتصر النجم والهلال النجم الرياضي الساحلي على اتحاد بنغردين بنتيجة 2-1، نفس نتيجة النادي الإفريقي ونجم المثلوي. وكذلك في ملعب باردو شهد التعادل السلبي الإيجابي بين الفريقين، الملعب التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي، في كلاسيكو شيق للعادة. لكن شهد هذا الكلاسيكو مناوشات مع أيمن دحمان هو وجمهور الملعب التونسي، حيث قام هذا الأخير بحركة غير أخلاقية للجمهور، حيث قام باستفزاز الجمهور، وكذلك حركة لا تليق بمستوى الكرة التونسية ومستوى لاعب محترف مثل أيمن دحمان. وفي ملعب جابس انتصر المستقبل الرياضي بجابس على جاره ترجي العكارة ب2-0. كانت مباراة شيقة كذلك بين المستقبل والترجي جرجيس. هذه هي قمة الأربع مباريات من الجولة 26 في انتظار مباراة الغد بتاريخ 13 أبريل 2025، حيث يلعب الترجي في ملعب رادس أمام نظيره قوافل الرياضي بقفصة. وكذلك يستضيف الاتحاد الرياضي بتطاوين اتحاد المنستيري في قمة الاتحاديين. ويستضيف مستقبل سليمان الأولمبي البيجي. وكذلك على ملعب 15 أكتوبر تلعب مباراة النادي البنزرتي والشبيبة الرياضية بالعمران. كانت هذه أهم التفاصيل والأحداث اليوم 12 أبريل للقمة 26 من البطولة، في انتظار ما سيأتي بعد ذلك.